كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الإشكالية اللي كنعرفوها في ميدان ديال التعليم اليوم. ولكن اجتماع الحمد لله إيجابي، يعني كان فيه حوار اللي هو جاد وكانت واحد الجدية في العمل. الإخوان الممثلين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب اللي ناقشناها وتحاورنا فيها، واللي هي مطالب يعني مهمة اللي كتهم يعني الناس ديال القطاع ديال التربية الوطنية. هذه كانت مناسبة أنه باش نتجاوبوا معها. ويمكن لي نعطيكم بعض يعني التوجهات اللي حنا قررنا باش غادي نمشيو فيها ان شاء الله. انه غادي يتم اولا التجميد ديال يعني النظام الاساسي ديال التعليم، باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحد امكانيه ديال التحسين ديال الدخل ديال يعني الموظفين والموظفات اللي موجودين في القطاع ديال التربيه ديال التعليم. كانت نقطه يعني ثانيه اللي هي عندها الأهمية ديالها اللي تكلموا عليها الإخوان ديال الاقتطاعات. شرحنا الإخوان ديال النقابات بأن الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني إدارية، وصلت أنه الاقتطاع كاين واللي صالي غادي يخرجوا من هنا يومين، ويعني من الصعب أنه بالنسبة لهذيك الشهور الأولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات. ولكن اقترحنا عليهم أنه يعني الإضرابات الكبيرة هي هذه اللي جات من بعد، اللي غادي تكون يعني في الشهر المقبل، أنه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لا كوميسيون اللي غادي يشتغلوا باش يحاولوا إن شاء الله نخففوا من هذا الشيء ولا نتجاوزوه في المستقبل. ثالثا غادي تكون إن شاء الله لجنة وزارية كما قررنا اللي كيترأسها السي شكيب بن موسى، وغادي يكون معه السيد وزير الشغل السي سكوري، وغيكون معه السي القجع الوزير ديال يعني الميزانية، وغادي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات ان شاء الله باش نحاولوا نخدموا على هذاك التحسين ديال ان شاء الله التعديل ديال القانون الأساسي، ونلقاو الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطروحة. وهذا الشيء تاخذنا في قرار أنه إن شاء الله في حد أقصى على ماكسيموم ليميت أنه 15 من يناير يعني إن شاء الله يكون التوافق بين الأطراف وتبدأ التطبيق ديال هذا يعني التوجه وهذا النظام الجديد. إذن هذه كلها يعني آفاق جد إيجابية اللي غادي نشتغلوا فيها واللي تم عليها الاتفاق مع النقابات، مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه غادي يكون اجتماع ابتداء من 15 من نهار الخميس إن شاء الله. نهار الخميس غادي يكون اجتماع مع اللجنة الوزارية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات. وقلنا لهم بأنه لازم يعني احنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح انه لابد انه الى غادي نبداو نتناقشوا غادي نبداو نتحاوروا غادي نلقاو الحلول انه ولادنا ما يضيعوش بين يعني الكل خصو يرجع للاقسام ديالو، لان حنا دخلنا في واحد الديناميه ايجابيه، وهذه الديناميه ايجابيه خاصها تكون كذلك في الرجوع الى الاقسام. وشكرا لكم.